بغيت نبدا في التجاره وبحال جميع الناس قال لي ما عرفت منين نبدا، تلفت وما عرفت ما ندير. فانا نعاود لكم من القصه ديالي وكذلك الناس انهم يعرفوا اللي مهتم يتلقى الاوامر غدا، اللي كيعطيك اليوم الفلوس غدا راه غيامرك. ما كاينش حاجه في هذا الزمان هذا فابور. هذه كل خذها قاعده في سبيل الله، كاين عند الله عز وجل فقط. عند العبد كيعطيك راه غيمن عليك، كيعطيك راه غادي يطلب منك، يعطيك الى غير ذلك. والسنطيحه والثقه، هذه قواعد التجاره ضروري تلقاها مشتركه عند الجميع. كتلقى ناجح في التليفونات، كتلقى عنده هذه الامور هذه، كتلقى ناجح في البيجامات، كتلقى هذه الامر هذا. وكاينه واحد الحاجه اخرى في هذا المواقع التواصل الاجتماعي تزت اللي هي مهمه جدا، اللي هي الوضوح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. هاد اليوم تغبرت عليكم، كنت برا ديال اكادير، كنا في واحد الاجازه. ايوا باقي الاجازه مستمره، غير جيت نكسرها ونقول لكم هذا، نهضر معكم واحد الموضوع ونزيد. واحد السيد صيفط لي رساله، صيفط لي واحد السيد رساله في الصفحه، قال لي يا ودي راه انا طالب في المدرسه العتيقه، وصلت واحد السن، هو 30 سنه وباقي ما تزوج، باقي ما درت وليدات، يعني مازال الانسان ما دار شي حاجه في الحياه ديالو من الناحيه الماديه. قال لي كنفكر نبدا في التجاره. قال له بغيت نبدا في التجاره وبحال جميع الناس قال لي ما عرفت منين نبدا، تلفت وما عرفت ما ندير. فانا نعاود لكم من القصه ديالي وكذلك الناس انهم يعرفوا اللي مهتم بهذا الموضوع هذا غنعطي واحد الفائده. كما كنقولوا هذه وسائل التواصل الاجتماعيه فيها بزاف ما يتقال، فيها حوايج زوينين حوايج خايبين، حنا كنقولوا نعمروها بشي حاجه اللي تنفع. انت الا بالك هذا الموضوع ديال التجاره ما تيهمكش، سكروا ليه، دوز سير شي حاجه كتنفعك. ايوا تجيو تقول ايوا حتى نتوما ايوا اش كذا. كاين الناس اللي ما يعجبهم حتى شي موضوع، اللي هضرتي معاه يجي يكتب لك تعليق سيء في التاريخ. فاحنا من باب تعاون نشر الخير غنعاود لك القصه ديالي. 2009 الوالده ديالي شدتني بدون سابق انذار، هي واحد الصديقه ديالي الله يرحمها عندها السياره، كانوا داوني لسوق الحد باب 6 عند واحد التاجر سميتو عبد الاله، وقالت لي امي هذا بغيتو يتعلم التجاره. قبل منها ب3 سنين في 2006 شدتني امي داتني دار القران باش نتعلم القران، ختمت القران في 2008 كملت الختمه الاولى. 2009 داتني امي نتعلم التجاره لايمانها ان الشاب والمسلم ضروري خاص يكون عنده مصدر رزق، وضروري خاص يكون عنده الاكتفاء الذاتي. لان قال سليمان القانوني من ياخذ المال اليوم يتلقى الاوامر غدا، اللي كيعطيك اليوم الفلوس غدا راه غيامرك. ما كاينش حاجه في هذا الزمان هذا فابور. هذه كل خذها قاعده في سبيل الله، كاين عند الله عز وجل فقط. عند العبد كيعطيك راه غيمن عليك، كيعطيك راه غادي يطلب منك، يعطيك الى غير ذلك. فاللي انسان خاص ضروري يخلق راسو واحد مصدر رزق، واحد الفرصه باش انه يتعلم. فانت الا بغيتي تتعلم القران فين كتمشي؟ كتمشي للجامع. انت بغيتي تتعلم اللغه الانجليزيه فين كتمشي للسلطه الانجلي. انت بغيتي تتعلم التجاره ضروري خاص تمشي لبلاصه التجاره، يا اما تمشي للسوق، يا اما تمشي للمارشي، يا اما تمشي عند شي حريفي ديال تبقال تبيع وشرا وتتعلم عنده. ما كاينش شي واحد كيتولد حريفي ومعلم، كلشي كيسقل المعلومات، كيكون عنده يعني شي امور في الداخل ديالو في الجينات ديالو، يكون عنده في الطبع ديالو شي حوايج بحال الحلم، بحال الصبر، بحال المغامره، بحال هادشي هذا كيكونوا في الانسان تيزرعون فيه الله، لكن هو كيسقلهم وتيعاود يقادهم في الطريق ديالو في الطريق ديال التجاره. فخاص تمشي للسوق. واول حاجه ما يمكنش تمشي للسوق اول حاجه تقول لهم انا تاجر ولا انا حرفي اراروا لي المحل انا نسير المحل. غتمشي مبتدئ وغتعلم تجاره. اول تعلم هو النظر، هو شوف الحريفي كيفاش كيبيع وكيفاش كيشري، كتشوف الكليان كيفاش كيتعاملوا معاه، كتشوف هو كيفاش كيحيد لهم الفلوس، وكتشوف هما كيفاش انهم تياخذوا هاد السلعه. كتعلم. هذا النظر الاول هو النظر. التجاره فيها بزاف، فيها الصبابط، فيها السيكان، فيها التليفونات. كل تجاره ما كتشبه التجاره، ولكن كلهم عندهم واحد جمع مشترك اللي هو حلاوه اللسان والسنطيحه والثقه. هذه قواعد التجاره ضروري تلقاها مشتركه عند الجميع. كتلقى ناجح في التليفونات، كتلقى عنده هذه الامور هذه، كتلقى ناجح في البيجامات، كتلقى هذا الامر هذا. وكاينه واحد الحاجه اخرى في هذا المواقع التواصل الاجتماعي تزت اللي هي مهمه جدا، اللي هي الوضوح. حنا ما كنخبيو عليكم والو، ها اللي كاين مباشره كما كنهضر معكم دابا، ما كاين لا مونتاج لا استحمص، كما كاين كنقول لك كما كاين الامور كما كتداز. فكتكسب واحد الثقه عند الزبون وتيولي كيجي عندك دائما. هذا كيتسمى كليان. ديك الساعه كيولي زبون، كيولي كيثيق فيك، تيولي كيسول فيك، تيولي كيغير عليك، تيولي كيدافع عليك في الغياب ديالك. هادشي كتجي مع المده. ولكن دابا انت اول حاجه احتكاك به داك السيد جمعك به ما هو، واش هو مسلم واش هو كافر، اللي جمعك به انت ما تيهمك والو في الحياه هو انك كيفاش حيد الفلوس، وهو اللي تيهمه في الحياه كيفاش ياخذ ديك السلعه باقل ثمن ما يضرو جيبو. هذه هي التجاره باختصار شديد. فاش كتعلم كتولي كتمارس انت. فاش خدمت انا في الاول كناخذ 200 درهم للسيمانه، كتولي كتمارس بحال كيمشي هو كيتسخر ولا كيمشي يصلي يعيوض تبادلو، حيت بحال ما يمكنش تسد السوق. كتمشي انت كتصلي مع الجماعه الاولى، هو كيمشي كيصلي مع الجماعه الثانيه. فكتمشي انت كتشوف فاش كيمشي هو كيخليك الا يمشي تسخر ولا يمشي كتولي انت كتبيع، كتغلط،
كتصحح كيدور فيك شي واحد النهار انا قلت له وحده خذها خالتي قالت لي الله يخوي لك الركابي، قالت لي انا شتيني قد امك وهي كبيره قد امك، وقالت لي ماني انا قد امك باش تقول لي خالتي، لا هو خالتك هاد لا هو جدك هادي، فهمتي. تعلمت هذه المساله ما عمرني نقول شي وحده خالتي واخا تكون 100 عام من الامور اللي كتعلمها في التجاره ديالك في المحل في السوق في كذا الى غير ذلك. ففاش كتعلم وكتمارس وانت كتاخذ الصالير ديالك مول المحل كيشوفك انا دابا كانسان اللي هو التاجر وكنجيب جي واحد مثلا واحد المحل وكنلقى انه كف وتيدخل لي الفلوس وانا نقدر نحل محل ثاني ونمشي ونخلي لي هذا المحل هذا يعود كندخل هنا مثلا 100 مليون في العام وكيدخل لي هو مثلا 80 مليون وكيديوها 20 مليون، راه انا رابح لان غادي نجيب 100 اخرى في واحد المحل اخر غتولي عندي 200 مليون عوض انا وياه مدافعين على هاد 100 ديال نقسموها انا وياه. فكيولي مول المحل اللي هو حريفي وماشي محساد كيولي تينيغوسي معاك، يا اما يطلع لك الصالير يا اما يدير معاك النسبه. هادو هما الاولين. كاينه الثالثه راه نجي لكم واحد شويه شنو هي الثالثه، يا اما يطلع لك الصالير ديالك يا اما يدير معاك النسبه، وكلهم مزيانين كلهم مزيانين ليك انت. النسبه باش مزيانه ليك بانك كتضرب على راسك مزيانه لكم مزيانه لمول المحل، ما تستناش باقي مول المحل في الاخر يخلص لك انت كتخلص راسك براسك. كتولي واحد الانسان بغى بياس انت كتولي كتبيع عليه جوج، كتولي كتهز الهم باش انك تزيد في النسبه، ومول المحل حتى هو راه مهني. المساله الثالثه اللي كيدير معاك مول المحل فاش كتولي استاذ فاش كتولي في التجاره مزيان هو انه كيحسب لك المحل صافي. ديك الساعه انت ولا فاش كيوصل معاك مول المحل النسبه راه البيكوره ولات كتدخل لك صافي، راه ليبره دقيتيها راه شدك السوق راه وليتي تاجر. فاش كتولي كتوصل مع النسبه وكتولي كتنيغوسي معاه وهاد البياسه شحال تقامت علينا وهاد البياسه شحال ناخذ فيها شحال كذا، من بعد كيولي الاستاذ فاش كيولي كيحسب لك المحل تيقول لك السلام ولد الناس هذا المحل هذا راه مقيوم عليه مثلا بقدا وقدا نديرو انا ياك الثالثه ولا نديرو انا ياك النص ولا نديرو انا ياك كذا، المحل مقيوم عليه انت عطيني في العام قدا وقدا ولا عطيني في الشهر قدا وقدا وانت الله يسخر لك خذ انت مليار في هذا المحل هذا انا عطيني قدا. هذه دابا كتشوف ديك الساعه انك بديتي. المساله اللي فوق منها واللي صافي هي الخاتمه ديال التجاره ديال التقسيط هي انك تعمر راسك. تدوي كتجمع واحد راس المال كيقول لك عمر يا اما يعمر لك وضرب مع واحد عام تقول ليه بارك انا ما بغيت نقسم مع شي واحد بين ندير، ولا تشري عنده تقول ليه بيع لي الله يعاونك تولي تضرب على راسك تولي انت خدامه يعاونوك موظفين يعاونوك عمال يعاونك الى غير ذلك، يا اما تولي انت دير ديالك. انا كنقول لكم هذا ابسط طريق ديال التجاره اللي هي عموما وكلشي الناس كيدوزوا منها. كاين تجارات اخرى ديال عن بعد ديال الجملات، تجاره ديال الثقه، تجاره ديال التليفونات. كاين الناس اللي تيتاجروا ما كيبانوا لك كاع عند الفلوس غير حد هنا حط هنا هز هنا حط هنا هز هنا. حنا دوك انواع ديال التجاره كيجيو مستقبلا مع كل واحد والتخصص ديالو، لكن كنقول لكم التجاره كيعرفوها جميع الناس هكا باش كتمشي، لا ديال مول الحانوت لا ديال مول الامن لا ديال مول البيجامه لا ديال مول التليفونات هكا باش كتمشي التجاره. لذلك باختصار شديد بديت تعلم التجاره خاص تمشي بلاصه التجاره. المساله الثانيه خاص الصبر، ماشي تجي النهار الاول انت تقول لي السلام عليكم انا بنولي باترون، انا النهار الاول بنولي انا مولشي بنولي انا كذا، لا هذا غلط. ما عمر الانسان اللي هو كيكون بحال هكا راه ما كيتعلم ما كيدير والو في حياته. خاص تصبر على راس وخاصك تعلم تصبر على راسك. المساله الثالثه تكسب الثقه ديال المشغل ديال كل هذاك مول راس المال هو الاول، لان التجاره راس المال فيها مهم. راس المال راه انواع، كاين راس المال المالي مادي اقتصادي، كاين راس المال ديال السمعه اللي هو المعنوي، كاين راس المال ديال العلاقات. اش في المحل انت تجي المحل ما فيه بنادم كيهرب منه المحل وانت كتشد ليه بنادم راه ولي مول المحل يدير لك بحال هكا. هذا كله على حسب الانسان وكيواجه هو كيف النفسيه ديالو. فكل هذه الامور هذه مهمه الانسان اللي بغى يبدا تجاره لانه بغى يكون تاجر. وفي الاخر كاين بزاف الناس سلكوا الطرق هذه حتى الاخر هما يديروا فايت وعاودوا من الاول وعاودوا طلعوا وزادوا. كاين الناس اللي وقع لهم كوارث بحال واحد السيد تحرق ليه المحل مسكين كان غادي مزيان بشويه حتى المحل ديالو وصلوا خدام ديال وتحرق ليه المحل. الناس كيتسالوا 30 40 مليون حطوا ليه السلعه حنا عرفوا غيديماري عاوتاني بحال واحد خاصو يدفع غير دفعوه قالوا لي هاك السلعه عاوتاني وتبارك الله عليه ما كاين اللي يسمح ليه وكاين اللي يعاود كيتسالوا وعمروا ليه المحل وخدم ورد العباد الله رزقهم وباقي تبارك الله هو تاجر مثلا مزيان اللهم بارك. نسال الله عز وجل يبارك ليه في الرزق ديالو. وكاين اللي كيفشل كيعيا ما تيبقى هاز ما كيقدر على صداع الراس ما تيقدر على كذا بحال هاد الماركه هذه ديال الناس كيبغي هذا يشري شي دار يدير ابارتمات يولي يكريها في الاخر ديال الشهر ياخذ الشهريه ديالو ولا يكري شي شركه ولا يكري كذا بدا يدوز ليه في الاخر هو كيدور وكذا. كل واحد ولا الخدم بالجمله كاين اللي كيخدم الجمله فيها المشاكل تاعنا ناقصه شويه على البارتيكولي اللي كيقول الناس بحال هكا الزبناء اللي هما احاديين كل واحد بوحدو كيكون فيها شويه الصنع على مقارنه بالجمله. الجمله كتولي كتخدم مع الحرفيه كيفهموا الى غير ذلك. المهم هذا موضوع ديال التجاره باختصار شديد. نتمنى ان اللي كيهموا هذا الموضوع هذا يستافد منه. والسلام عليكم ورحمه الله.